مساء الخير عليكم اينما كنتم، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. معكم عبد الدرياسه. Je voulais m'exprimer sur une chose que je trouvais vraiment entre guillemets très bizarre et grave en même temps. لانه اغنيه اللي الوالد الله يرحمه اللي هو الحاج رباح درياسه رحمه الله، اغنيه عندها اكثر من 30 سنه، بالك اكثر من 30 سنه اكيد، لانها اندارت باش نوضح للناس، والناس اللي راهي تقول باللي الاغنيه هذه تاع الفنان اللي غناها مؤخرا، الفنان المغربي اللي مع احتراماتي كل للشعب المغربي اللي كنا له كل تقدير ومحبه يعني من كل قلبي يعني. وان شاء الله يعني حتى الفريق الوطني ان شاء الله المغربي ان شاء الله يطلع في المونديال ويفاجئ الناس، اللي يفاجئ العالم كله باللعب المغاربي ان شاء الله. يعني هذا حاجه على جنب، لكن الحاجه اللي تهمني انه الفنان هذا الانسان راح دار الاغنيه دارها باللي باسمه، هو ناسي باللي الاغنيه دارت في 1986 سيتي اون مكسيك، لو كوب دي موند دو مكسيك، نهار اللي الجزائر طلعت المكسيك اللي خرجت مبروك علينا. يعني هذه الناس كلها تعرفها، واذا هو حب يكذب كذبه ويامن نفسه، كاين حاجه اسمها لاساسام، هي الحقوق للمؤلف، هي مديوره في فرنسا، يروحوا يشوفوا وين كتبت لا شونسون وين دارت. مع كل احتراماتي لكل الناس، ماذا بكم يا ناس؟ معليش ما غنيو الاغاني، ما قلتش انا ما تغنيوش، حتى انا غناو لي لا بالك، غناو لي بزاف، ونفرح كي يغنيوها خاوتنا المغاربه، ونفرح كي يغنيوها خاوتنا التوانسه والليبيين وكل الناس، يعني نفرح. لكن عمرهم ما يديروا لك باللي يكتبوا اكتب كلمات وتلحين رباح درياسه وتعاود تغنيها. هذا واش نقول لك يا خويا، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ماذا بينا ما تزيدوش تعاود حاجات كيما هذوما. احترموا الناس، الانسان الاحترام واجب. شكرا، مع السلامه.